بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنتناول قضية تحديد طبيعة المحلول محلول الملح فيما إذا كان يمتلك صفة حمضية هي الغالبة أم القاعدية أم أنه متعادل. طيب، هي مجموعة من القواعد لابد من تتبعها. أولا، لو كان نتأكد كده بس إنه رفيع ونغير اللون. طيب، لو كانت الأيونات السالبة المشتقة من الحمض، أيون سالب يعني على طول شق حمضي، خلاص أيون موجب يعني على طول شق قاعدي. إذا كانت الأيونات السالبة، إذا ممكن نكتب كده أيون سالب يعني شق حمضي يعتبر، يعني شق أصله حمض، شق حمضي. طيب، الأيون الموجب موجب يعني معناته شق أصله قاعدي. أوكي. طيب، دائما الأيونات السالبة المشتقة من حموض ضعيفة تتصرف كقواعد. يعني ليه بتتصرف كقواعد؟ لأنها بتتقبل البروتون. مثال خلات البوتاسيوم. طيب، هذا هنا لو نلاحظ الشق السالب، لأنه هو بيقول الأيون السالب مشتق من فين؟ أيون الخلات من حمض الخليك. طيب، بالنسبة للبوتاسيوم أصله إيش؟ أصله قاعدة قوية اللي هي KOH. معناته البوتاسيوم هنا قوي متعادل، يعتبر متعادل، لا يحدث له تميز، إذا لا يتميز. مين بيجي لي أيون الخلات. أيون الخلات هذا بيحدث له تميز بالراحة، فحنكتب كده CH3. على فكرة هذه الصيغة تانية لأيون الخلات، CH3 COO سالب. أوكي، زائد الماء، تميز يعني مع الماء. طيب، هنا طبعا عندي AQ. أوكي، وبعدين عندي هنا ليكويد يعطيني بالتميز سهمين CH3 COO H. ليه؟ لأنه بيتقبل البروتون، معليش احنا سالب، بيتقبل البروتون من الماء. طيب، زائد ايش بقي من الماء؟ بقي OH ماينس. إذا أيون عفوا ملح خلات الصوديوم، لو نلاحظ في وفرة من أيونات الهيدروكسيد أو خلات البوتاسيوم، في وفرة من أيونات الهيدروكسيد، عشان كده بيكون هنا عبارة عن إيه؟ ملح قاعدي، ملح قاعدي. طيب، علشان كده بيتصرف إيه؟ أيون الخلات هنا كقاعدة لأنه بيتقبل البروتون. وهنا رجع كتب معادلة التفاعل. أوكي، القاعدة الثانية إيش بتقول؟ الأيونات السالبة يعني الإيه؟ الشق الحمضي. طيب، الناتجة من حموضة قوية ستكون متعادلة ولا تخضع للتميز. مثال أيون الكلورايد إيش أصله؟ أصله HCl، وهذا حمضي جدا قوي. طيب، فلذلك لن يتفاعل مع الماء ولن يتميز، لأن أصلا الحمض المقترن اللي هو HCl أساسا قوي جدا، خلاص، وفقد البروتون، فمو بالسهولة إنه يرجع يتقبل. إذا الأيونات السالبة يعني الشقوق الحمضية اللي أصلها حموض قوية هذه لا تخضع للتميز. طيب، ثلاثة، القاعدة الثالثة إيش بتقول؟ القاعدة الثالثة بتقول الأيونات الموجبة المشتقة من قواعد ضعيفة تتصرف كأحماض. أيونات موجبة يعني شق قاعدي، طيب، ولكنها من قاعدة ضعيفة. مثال النشادر. النشادر إيش شقه؟ شقه القاعدي، شقه عبارة عن إيه؟ NH4 موجب. طيب، هذا عبارة عن أيون موجب، وهو مشتق من فين؟ مشتق من النشادر. كيف رح يتصرف أيون الأمونيوم؟ رح يتصرف كحمض. لما نيجي نكتب معادلة التميؤ حنكتب كده NH4 مع الماء مع H2O. طيب، سهمين، خلاص، هو حيمنح البروتون. شفتوا كيف؟ إذا حسب نظرية لاوري وبرونشتيد منح البروتون، فحيعطيني H3O. إيش يبقى منه؟ بعد ما منح البروتون بقي منه النشادر. شايفين كيف؟ فإذا ليش أتصرف كحمض؟ شايفين أيونات الهيدرونيوم اللي ناتجة هي اللي أكسبت الأمونيوم الصفة الحمضية، بالإضافة لأنه قابليته لمنح البروتون جعلت منه شق موجب يعمل كحمض ضعيف. طيب، القاعدة اللي بعدها الرابعة بتقول الأيونات الموجبة المشتقة من القواعد القوية دائما بتكون متعادلة. أيونات موجبة يعني شق قاعدي من قاعدة قوية. مثال الصوديوم من فين مصدره؟ من هيدروكسيد الصوديوم، هذه قاعدة قوية قوية. طيب، أيون الكالسيوم من فين مصدره؟ من هيدروكسيد الكالسيوم. طيب، البوتاسيوم من فين مصدره؟ من هيدروكسيد البوتاسيوم من KOH. كلها هذه الأيونات لا يمكن أن يحدث لها تميز، لذلك no reaction. إذا الصوديوم لو جيت أفعله في الماء
وما راح يحصل رياكشن. طيب في استثناء مرة مهم. مثال على ذلك على بعض الأيونات المعدنية الموجبة زي الزنك، زي عندي الألمنيوم، طيب اللي هو الأيون الموجب، والزنك الأيون الموجب. بيقول إنها تكون أيونات مميهة يعني تجذب لها جزيئات الماء، تجذب جزيئات الماء. طيب لما تجذب جزيئات الماء يعني في عندها قدرة، هي أصلا عليها شحنات موجبة، في عندها قدرة على أنها تجذب السحابة الإلكترونية أو الكثافة الإلكترونية يلي محيطة بذرات الأكسجين هنا، المحيطة بذرات الأكسجين هنا. طيب فلذلك يعني ترتبط بجزيئات الماء، مو بعدد بسيط بس، ب6 جزيئات ماء. ففي هذه الحالة أسميها إيش؟ أيونات مميهة، hydrated ions. عشان كده لما أجي أسمي الألمنيوم هنا بعدين قوس H2O الكل 6 3 شحنات موجبة، دي الثلاثة أساسها مين؟ جاية من مين؟ من الألمنيوم، وبيجذب 6 جزيئات ماء. طيب فأسميه سداسي هيدرات الألمنيوم، سداسي هيدرات. الهيدرات يعني ماء، سداسي هيدرات الألمنيوم. طب كيف راح يحدث التميؤ هنا؟ حنقول كده ألمنيوم خلاص H2O سداسي هيدرات 3 موجب، أوكي، مع H2O. هي نركز شوي الحين. H2O حيخرج بس واحد جزيء، بس واحد جزيء. هذا الواحد جزيء حيتفكك إلى H و and OH. أوكي، ال H ده ينضاف للماء يقوم يعطيني H3O+. ال OH ده يجي كده بجوار ال H2O. طب لاحظوا أنا نقصت واحد جزيء ماء فككته إلى H و OH، إذا لازم أنقص هنا في الناتج بدل ال6 أحط 5، فهكتب كده Al بعدين قوس H2O. أوكي هنا 5. ليه؟ لأني واحد طلعته وفككته إلى H و OH. أوكي طيب نيجي عند الشحنات هنا. مش أنا في عندي هنا OH، أوكي، هذه ال OH راح أحطها كده هنا جنب ال H2O. لاحظوا إنها مشحونة بشحنة سالبة. الشحنة السالبة اللي على ال OH تطرح واحدة موجبة وتبقي 2، إذا حيصير هنا 2 موجب، 2 موجب. واضح؟ إذا ال H2O نقصت لأني طلعت واحد جزيء ما فككته إلى أيونات الهيدروجين والهيدروكسيل. الهيدروكسيل يطرح واحد سالب من الشحنة الموجبة هنا ويبقى 2 موجب طلع هنا. ال OH مجرد إني أضفته كده بجوار الستة H2O ما عاد صارت 6، صارت 5. أوكي زائد H3O، ما أنسى إني أحط هنا شحنة موجبة. لاحظوا هنا الشحنة الأيونات الهيدرونيوم اللي ناتجة بتمنح الهيدرات الصفة الحمضية. أوكي فيعتبر هنا الهيدرات أيون اللي هو عفوا سداسي هيدرات الألمنيوم يتصرف كأنه مانح للبروتون، يعني كأنه حمض، غير إنه أيونات الهيدرونيوم اللي ناتجة تجعله يمتلك الصفة الحمضية اللي أنقال على الألمنيوم يتكرر في اللي هو في الزنك. طيب نيجي لهذا المثال. حدد ما إذا كانت المحاليل التالية حمضية أو قاعدية أو متعادلة. نيجي لكي سي ال. طب هذا شق حمضي أصله حمض قوي، البوتاسيوم أصله قاعدة قوية، إذا راح يكون متعادل، إذا لا يتميع. لو جينا لو سألني هل يتميع؟ لا يتميع. طيب NaF، لاحظوا عندي NaF هنا أصله إيش؟ أصله حمض ضعيف HF، وعندي قاعدة مين؟ قاعدة قوية. إذا في هذه الحالة حيمتلك الصفة القاعدية. مين اللي راح يتميع؟ اللي حيتميع هو الفلورايد مع الماء H2O حيعطيني HF. أوكي زائد وإيش يتبقى؟ يتبقى ال OH. يعني هو هنا مستقبل للبروتون، لما يستقبل البروتون إذا هو يمتلك صفة قاعدية وكمان طلعت لي أيونات الهيدروكسيل. طيب نيجي بالنسبة لنترات الخارصين. نترات الخارصين هنا بيمتلك الصفة الحمضية. إذا لما أجي أفعل هنا أو أميع الخارصين نكتب كده. الخارصين ترى يعني يتعامل مثل فكرة اللي هو إنه يجذب الهيدرات. لما يجذب
هذا الخالصين حيجذب 6 هيدرات H2O، 6 هيدرات. طيب فحتكون في شحنتين موجبة جاية من الخالصين زائد H2O. طيب سهمين، حنشوف كيف راح يصير عندي هنا. قلنا نطلع بس واحد H2O، واحد H2O حيعطيني H موجب OH سالب. ال OH سالب هذا ينضم هنا وننقص من 6 يصير 5، إذا ZN OH عفوا H2O ZN H2O اوكي 5. بعدين اضيف كده OH. طيب السالب تبعته طرحت واحدة موجب وبقي واحد موجب زائد. طيب مش هو أعطى بروتون؟ ها هذا البروتون انضاف، إذا هو يتصرف كحمضي، يتصرف كحمضي ويعطيني H3O. أوكي نيجي بالنسبة ل NH4CN، أصله من حمض الهيدروسيانيك ومن قاعدة النشادر، بس في هنا يعني في هنا مسألة، ليه طلع لي هو قاعدي؟ بيقول هنا إنه عدد، يعني عمليا وجدوا إنه تركيز أيونات الهيدروكسيل طيب الناتجة عن اللي هو استقبال يعني أنا هذا دحين هنا CN، هذا حيستقبل البروتون وهذا حيمنح البروتون. تركيز أيونات الهيدروكسيل الناتج أكبر من تركيز أيونات الهيدرونيوم الناتج، فلذلك حيتصرف كإيه؟ حيتصرف كمحلول إيه؟ قاعدي. طيب نيجي بالنسبة للأملاح التالية. الأملاح هنا عندي بالنسبة لي هنا لديك الأملاح التالية NH4NO3. خلاص NO3 هذا شق قوي ما راح يتميع، لكن اللي راح يتميع هو NH4. طيب يعني يعتبر هذا حمضي، يعني يعتبر الملح إيه؟ حمضي. ليه؟ لأنه مصدره هنا من حامض قوي والصفة الحمضية تغلب الصفة القاعدية. مين اللي حيتميع؟ أيون الأمونيوم. نكتب معادلة تميع الأمونيوم plus H2O يعطيني NH3 لأنه حيمنح البروتون، يمنح واحد بروتون plus H3O. إذا هذا يتصرف كحمض أهو أعطاني أيونات الهيدرون. يلا نمسك الثاني KNO3. KNO3 يعتبر متعادل، لا حمضي ولا قاعدي، لأنه أصله من حمض قوي وقاعدة قوية، كلاهما متعادل، خلاص لن يحدث تميز. نيجي لهذا، هذا AlNO3. طيب نفس الفكرة، أصله إيه؟ هذا أصله عبارة عن الألمنيوم، إحنا قلنا موجب. طيب والأيونات الموجبة لو نلاحظ كيف بتتصرف؟ تكون قلنا عليها إيه؟ مميهة يعني هيدريتد، يعني تجذب 6 جزيئات مع H2O 6. خلاص ويكون عليها 3 شحنات موجبة، يعني هذا الشق فقط اللي يحدث له تميز، لكن هذا لا، لأنه أصله من حمض قوي، هنا قوي فما راح يحصل له تميز، ده اللي حيحصل له التميز. زائد H2O قلنا إنه راح يمنح بروتون. أوكي حيمنح بروتون يعني يتصرف هنا كحمض. لما يمنح بروتون حيعطيني H3O زائد، طب مش إحنا قلنا هنا H2O بس خرج واحد H2O فنقص هنا، يعني حنكتب Al H2O الكل 5. طيب لما هذا خرجنا H2O واحد عبارة عن إيه؟ بروتون. البروتون ده أضفناه هنا وهيدروكسيل. الهيدروكسيل هذا ما ننسى نطلعه، لما نطلعه حنطلعه بشحنة سالبة. المفروض الشحنة السالبة نطرحها من واحدة موجبة ويبقى هنا 2 موجب، يبقى 2 موجب.